ما زالت الأيام تمر، وما زال مسلسل الإهمال قائم ومستمر، وما زال الناس متمسكون بحبال الأمل بإشراقة فجر جديد. استجابة لدعوى الإعلامي الكبير الأستاذ محمد عامر، نزلت كاميرا بدون تردد لترصد كل ما يعانيه أهالي قرية الأبعدية من مشاكل، فكونوا معنا. المشاكل بتاعتنا ان احنا الابعديه طول عمرها البلد الوحيده يعني اكبر قريه على مستوى مركز الحمول، بتعاني من عدم مركز شباب او اي حاجه للشباب يمارسوا فيها الرياضه. مفيش ملعب هنا؟ مفيش ملاعب ولا في اي حاجه خالص، غير في مركز شباب بس يعني مشهر صغير كده، انما مفيش اي حاجه، مفيش نشاط ولا في ملعب ولا في اي حاجه خالص. في هناك قطعه ارض مخصصه لمبنى مركز الشباب؟ في قطعه ارض مخصصه بقالها اكتر من 10 سنين او اكتر من 10 سنين، وفي قطعه معموله لمركز شباب، بس كل ما نروح المسؤولين يقولوا لنا ده انتوا في الخطه، انتوا في الخطه، انتوا في الخطه، كل مره تيجي الخطه، كل مره يجي مش عارف ايه، ومفيش حاجه الا بعديها خالص. الفلاح المصري انا جميع مصر كلها بتقوم على بلد زراعي. هنا تسويق قطن مفيش، عاوزين تعاقد مع الفلاح، وفي حاجه خطيره جدا بيعاني من الفلاح، رغم ان الفلاح مش قادر يسدد اللي طلبت عليه فايده. طب وانا مش قادر اسدد كمان في فايده زي البنوك، ده عامل يعني. مفيش تعاقدات من الجمعيات الزراعيه؟ لا السلعه بتطلع ترمي، مفيش اي حاجه بتحصل. يعني انت بتعاني من مشكله التسويق، عدم التسويق. بطالب تعاقد مع الفلاح المصري في كل السلع، توفير الاسمده مش موجوده، سعر باهظ، فلاح ما يقدرش، المنتج بتاعي مش عارف اسوقه. احنا النهارده الزرعه الوحيده اللي دلوقتي مضمنين تسويقها وبنتعاقد عليها قبل ما نعملها هي زرعه البنجر، ومعظم الناس هنا في المنطقه بدات بتزرعه، بس هنواجه مشكله السنه دي لاول مره نواجهها. اللي هي ايه؟ ان السكر ما يتباعش اتباع اقل من نص انتاج السكر بتاع السنه اللي فاتت. فانا هواجه مشكله، ما فيش فلوس اولا ان انا اقبض الفلاحين اللي هيسلموا لي بنجرهم بتاع السنه دي. الحاجه الثانيه طيب عدم تسويق الحكومه لمنتجها، ايه مشكله وذنب الفلاح هنا؟ انا ذنبي ايه كمصنع اجيب فلوس منين اقبضه؟ الحكومه يا بيه، الحكومه ما بتفرضش. في شركات جايه من بره شغاله بتعمل سكر تكرير، سكر التكرير ده بيجي بسعر رخيص وبيتباع بسعر رخيص، فبيخسرني. فانا عايز افرض رسوم على السكر اللي جاي من بره، اوقف في التصدير علشان ما ابوظش المنتج المحلي. احنا الوحده الصحيه موجوده هنا بالفعل، ولكن اسم على غير مسمى. وحده طب اسره؟ وحده اسره، بس اسم على غير مسمى. ليه؟ مش متواجد فيها اي اطباء خالص ولا اي خدمات، اسعافات اوليه مش موجوده. حصلت مشكله في مدرسه الابعديه المشتركه، وحصل تكدس على الطلاب، وقعوا على بعض. حضرتك امتى الكلام ده؟ من فتره حضرتك، بقى اكتر من سنه وشويه يعني. فما حدش اتحرك، ورحنا الوحده الصحيه ما لقيناش اصلا اطباء موجودين، فطبعا بيطلبوا تحويلنا للحمول. الحمول اساسا برضو الخدمه فيها ضعيفه. مشاكلنا هنا في قطاع الكهرباء. بالنسبه لقطاع الكهرباء يعتبر الاعمده اللي هي في القريه هنا كلها متهالكه، ما فيش اناره بالنسبه للكشافات اللي هي على الطرق. تاني حاجه الابراج اللي هي بتاعه التيار العالي اكترها بقى لها اكتر من 20 سنه لا يتم صيانتها، وبالتالي ادت الى حادثه من شهر بالظبط، ان هي اللي في سلك من الاسلاك قطع الطريق وادى الى وفاه احد الاشخاص هنا في القريه. بالنسبه للكهرباء برضو المحولات ضعيفه، في تجديد، عايزين تجديدات اكشاك من اللي هي اكشاك ذات قوه ضغط عاليه، لان الكهرباء. مشاكلنا هنا احنا ناس فلاحين ووارثين الارض دي عن اصلاح زراعي، يعني احنا بقينا الوقت اسره، يعني احنا ابويا مخلف 7 افراد. الافراد بقى شوف من سنه 52 واحنا في نفس العين اللي احنا فيه. الوحده الزراعيه فدانين و7 قريط، كل واحد بخصه 10 قريط الا ربع. النهارده بيتعمل الدين من الجمعيه الزراعيه، بيتعمل الدين، جابوا لنا الدين من زمان وعملوه الوقت بفايده ب 11%، وكل يوم المباحث تكسر علينا البيوت. طب ايه المطلوب؟ المطلوب النهارده يخفضوا لنا، يشيلوا لنا الدين دي، لان الارض ما جابتش معانا حاجه، وكل يوم علينا نمر، وكل يوم المباحث تاخدني. عايزين ناكل عيالنا. انا راجل عندي 52 سنه، ما فيش اي حاجه غير ال10 قريط الا ربع اللي ورثتهم عن ابويا، ما خدتش اي حاجه من الدوله. انا راجل عايز حاجه واحده بس، اللي هي يخفضوا الدين اللي هو جاي علينا في الاصلاح الزراعي. مشاكلنا ان الخواجه مسلمنا كل اسره فدانين ارض ورثه، بقينا 6 انفار، 6 عائلات بتاكل في الفدانين دي، كل عيله بتاكل في 5 قريط 6 قريط. بيقولوا ان فيه 1.5 مليون فدان جايين للاستصلاح. مين اللي بيقول؟ الناس الرؤساء والكبار اللي في البلد
احنا ناس على الله وما نعرفش حاجه، بيقولوا في 1.5 مليون فدان باستصلاح. ليه ما تنزلش ناس من الوزاره تقنن البلد ديت؟ ان ابويا سايب لي فدان انا واخواتي 5 6 بناكل فيهم، بقينا 5 6 عائلات كل واحد نص فدان. ما يحصروا اللي مالوش ارض يستلم يبقى ليه نصيب في الارض اللي جايه جديد دي. المشكله ان احنا عندنا مساحه ارض يعني حوالي 3 فدادين، احنا مش عارفين هي تابعه لايه، بس كل ما تيجي مصلحه للبلد نيجي عايزين ناخدها ونحطها في المكان ده بنلاقي عراقل ونلاقي مشاكل تقف لنا في الطريق. يعني اخر حاجه احنا عندنا مركز شباب مشهر بقاله اكتر من 10 سنين، فجينا بمساعده احد المرشحين في مجلس الشعب خلص لنا مكان للمركز وملعب وجاب لنا الورق بتاعه خلص. جينا علشان نستلمه او حته الارض تتسلم او عشان الشركه تشتغل، لقينا مشاكل ولقينا ان في ناس بتوقفنا وفي ناس مشاكل زي ايه؟ مشاكل ان مش عارفين نتمكن من الارض عشان نشتغل، ومش عارفين لحد دلوقتي مين بنطالب السيد وزير الشباب والرياضه التدخل، السيد مدير اداره الشباب والرياضه ان يتدخل عشان يحل لنا المشكله دي، لان بلد بتاريخ الابعديه وبعمر الابعديه، في بلد من اقدم البلاد على مستوى المنطقه، حرام ان هي ما يبقاش لها مركز شباب او يبقى لها ملعب موجود. وشكل ما حضرتك شايف ان الشباب قد ايه، بس ما فيش مكان يجمعهم ومفيش مركز شباب تابع للحكومه علشان نقدر نمسك البلد. واحنا طبعا مش عايزين نفتح مجال للخصوصيات والعموميات واجتماعات احنا مش عايزينها، فدي دي في مجلس الشباب او مركز الشباب. المطلوب ان احنا نحط يدنا على الارض، وزاره الشباب والرياضه تيجي تمكن الشركه اللي مستلمه الملعب ان هي تنفذ الملعب ده في مكانه المطلوب. مشاكلنا ان احنا ما عندناش مركز شباب، عندنا مركز شباب مشهر من 2004 بس ما عندناش ملعب لمركز الشباب. احنا كل اللي بعديها بتعرف تلعب كوره والناس كلها بتلعب. طب هل هناك قطعه ارض مخصصه؟ عندنا مساحه ارض مخصصه لمركز الشباب كانت 6 قريط، وبعدين اتعدلت من الشباب والرياضه عشان تبقى 9 قريط وتعدلت، والمحافظ مشكورا دفع مبلغ من صندوق الاجتماع للمحافظه 315,000. وكان في احد الناس تعرض ان هو يوقف المشروع الملعب، بس مركز الشباب مدير المركز ورئيس مجلس الاداره قدموا طلب للوحده المحليه، والوحده المحليه قدمت طلب لرئيس مجلس المدينه، ورئيس مجلس المدينه بعته للمحافظ، والمحافظ بعت طلب تمكين للوحده المحليه لقريه الابعديه، مكن الوحده المحليه من 9 قريط لمركز الشباب ولمسؤول مدير مركز الشباب، وبالفعل اتمكنت وجت شركه عشان خاطر تشتغل في الملعب، ومستنين المقاول عشان خاطر يشتغل في مركز الشباب ويعمل سور دائري الاول وبعدين الملعب ان شاء الله. مشاكلنا هنا فيه تيار عالي، طلبنا فيه من زمان، من سنين بنطالب فيه بان هو الكهرباء هوائي ننزلها ارض كابل ارضي. طبعا تخصص من المحافظه 3 اماكن او من الكهرباء في مركز الحمول، تخصص منها 3 اماكن، ادوا المكان هنا عشان خاطر الواسطه والمحسوبيه، ادوا المكان في 77 وفي قريه 62 وسابونا هنا لما فيه احد الرجال وهو قايم الصبح بعربيته الكابل او الكهرباء نزلت عليه، حرقت العربيه وموتت الراجل وشتتت الاسره، واحنا بيوتنا اسمه ايه؟ اسمه الحاج ابراهيم حمد من قريه القرن. اذان الفجر التيار الكهربائي نزل. مشاكلنا بالنسبه للقريه دي، قريه الابعديه تعتبر قريه الجميع، قرى حواليها بتعتبر من اقدم القرى. الطرق موجوده عندنا مش ممهده، متكسره، عندنا ما فيش صرف، تمام. حتى بقى يعني حضرتك الوقت هم جم رصفوا الطريق دائري من البلد داخل البلد، تمام، وبعد كده كسروه عشان خاطر الصرف، تمام. احنا بنطالب بس بان يبقى موجود حتى ولو طريق كويس للناس اللي موجوده ديت في البلد، بحيث ان احنا لو حصل عندنا اي شيء، اي حاجه حصلت، نقدر ان احنا حتى نشيله نجري بيه بموتوسيكل بتوك توك بعربيه. بخلاف كده ما فيش يا فندم. مشاكلنا هنا في الوحده المحليه، كانوا حاطين صناديق للزباله موجوده هنا، شالوها، دلوقتي الزباله بقى بتترمى جنب البيوت، وعندنا مقابر بنروح ندفن ما بنشوفش نور، ما فيش نور، والعواميد معموله زي نظام ملحومه ببعضها، يعني لو سلك وقع هيكهرب الدنيا. ليا ابن اخ ميت عمود واقع عليه ميت، وكلمت يا جدعان عايزين عمدان، والعمدان قدام بيتي هناك والله وبالله اقل شويه هوا يوقعوا العمدان كلها. لسه العمدان ابن اخويا ميت بقاله 3 سنين، لسه على ما اتذكر انا جاي من اجازه، انا شغال في مصر جاي من اجازه، بقول لسه العمدان جاي النهارده، جاي بعد اسبوع تركب، بقاله 3 سنين. طالبتوا المسؤول بكده؟ طالبنا وطالبت رئيس الوحده. ردوا ايه؟ هعمل. طب كلموا الكهرباء، كلمنا الكهرباء، هنعمل حاجه اتعملت؟ ما فيش حاجه اتعملت.
اي حاجه تعمل. والمطلوب اللي احنا بنطلبه ده، عايزين عمدان سليمه، عايزين عمدان حلوه، عايزين حاجات حلوه. الراجل اللي مات اول امبارح دوت معدي من على الطريق كده، وسلكين طيران عالي معديين مع الطريق بينهم وبين بعض ما يجيش ما يكملش 100 متر معديين مع الطريق. دي النهارده وقع، ما هو بكره يقع على واحد والتاني يقع على واحد والتالت يقع على واحد. هو ما ينفعش، المشاكل كتير. مشاكلنا احنا عندنا مصرف بيمسك حوالي عن 3 محافظات، اللي هو كوتشيني. ايوه. وطبعا احنا ما عندناش اللي هو ري، وبنستحمى منه وبنشرب منه وبنغسل قمحنا فيه، وكل المصالح اللي هي بتاعتنا ديت واللي تخص بالفلاح والمنطقه دي كلها، يعني 3-4 محافظات بنشرب من الكوتشيني. طب وايه المطلوب؟ ان احنا طبعا كوتشيني ده صرف فيه طبعا جميع الامراض، واحنا عندنا 3/4 دلوقتي بيعانوا من فيروس سي ومن فلش الكلوي. بالنسبه للمشكله، في مشكله هامه موجوده في القريه هنا اللي هي المستشفى. المستشفى بالنسبه ما فيش موجود فيها اي خدمات خالص، الخدمات فيها قليله جدا، ومن الساعه 12 ما نلاقيش فيها اي دكاتره ولا اي حد. بالنسبه لو في اي حاجه، في مشكله قبل كده حصلت، المدرسه وقعت، طلبه وقعوا على بعضهم، وبعدين وديناهم المستشفى، حتى ما فيش اسعافات اوليه على ما نوديهم حتى للحمول ولا كده. قال لك كله حولوهم على طول على الحمول. البطاله كلنا شباب متخرجين من 97، ما فيش شغل. حصل عليه؟ حصل على العنصر الصناعي من 2005 وما فيش شغل. بنشتغل في مصنع السكر على دراعنا، بشيل سكر فوق دماغتنا، النهارده في بكره ما فيش، ونيجي نقعد في الدار هناكل منين؟ إيه؟ اعمال حره يعني. هنشحت كده، بنشحت والله حرام. عايزين نشتغل، عايزين نتعين نتوظف. هذه كانت كلماتهم وتلك كانت مشاكلهم، رصدتها كاميرا بدون تردد بالصوت والصورة. هنا في قرية الأبعدية الأرواح تزهق لعدم استجابة شركة الكهرباء بتغيير أسلاك التيار العالي إلى كابل أرضي. هنا في قرية الأبعدية الوحدة الصحية خاوية على عروشها بلا إسعافات أولية وبلا كادر أطباء. هنا في قرية الأبعدية تكدس في فصول المدارس بالنسبة للتلاميذ. هنا في قرية الأبعدية عدم الاهتمام بإنارة الطرق العامة. هنا في قرية الأبعدية تم تخصيص قطعة أرض من قبل الأهالي لوزارة الشباب والرياضة ليقام عليها مبنى إدارة مركز شباب الأبعدية، ولكن ليس هناك أي استجابة لوزير الشباب والرياضة. هنا في شباب الأبعدية يصرخون والمسؤول لا يسمع، شباب الأبعدية ينادون والمسؤول لا يستجيب، يتركون جميع الأبواب ولكن المسؤول لا يفتح. لله الأمر من قبل ومن بعد. عصام القبلاوي بدون تردد.